ما هذه إلا قوية الصدق. قال لهم واحد من ريمه سافر كندا يشتغل، بعدين اشتغل في سوبر ماركت يبيع كل شيء هذا السوبر ماركت. فكان شغال في السوبر ماركت واحد سوري وواحد لبناني وواحد مصري، وذي صاحب ريمه دخل معاهم. فاليوم الثاني اجتمع بهم مدير العمل يسألهم عن المبيعات. السوري قال بعت ل100 زبون، اللبناني قال بعت ل80 زبون، المصري قال بعت ل50 زبون. صاحب ريمه قال بعت لزبون واحد. قال له المدير حق العمل ما ينفع، انت لازم نمشيك. زبون واحد. قال له الريمي زبون واحد بس دسم، المبلغ $5000. قال له المدير ايش بعت له $5000؟ قال صنارة صيد. قال له المدير صنارة صيد $5000؟ قال لا، انا قلت له انه الاحسن يصطاد من وسط البحر، فلازم يشتري شبكة، فاشترى شبكة. فقلت له لازم انه يروح لوسط البحر لازم يشتري قارب، فاشترى القارب. فقلت له لازم انه يشتري بدلة انقاذ علشان لو وقع حاجة ولا غرق، فاشترى البدلة. فقلت له انه لازم خيمة وضوء وانارة لليل لو ظلم عليه وهو في البحر يخيم في الشاطئ، فاشترى الانارة والخيمة والضوء $5000. قال له المدير ما شاء الله عليك، بعت له هذا ولا كلهن وهو جاي يشتري صنارة؟ قال له لا اصلا هو ما جاش يشتري صنارة، هو جاي يشل الوز بس. انا قلت له يشل له صنارة ويروح البحر يصطاد بدل ما يجلس مقعد جنب مرته.